السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. في هذا الفيديو عايزين نعرف كيف يمكن عمل سكيدجول أو جدولة حصة افتراضية، يعني ميتنج زي اللي كان بيحصل على الزوم ميتنج، وضبط إعدادات هذه الحصة وكيفية إدارة هذه الحصة من قبل المعلم. أول حاجة هفتح برنامج التيمز عادي عندي على الجهاز. بعد كده هروح أختار الفرق. بعد كده هختار الفريق اللي أنا عايزة أعمل عنده الاجتماع. تمام. طبعا احنا عارفين واحنا بننشئ الفرق بتنزل قناة اسمها جنرال او قناة عامة للفريق. بعد كده بنشئ بنفسي بقى القنوات الخاصة. فانا انشأت قناة خاصة باسم الصف الثاني الثانوي علشان هي دي اللي هعمل فيها الاجتماع او الحصص بتاعتي. طيب اول حاجة هعملها ان انا هروح عند ايقونة الاجتماع وهضغط على السهم الصغير واختار جدولة اجتماع او schedule a meeting. اول حاجة بكتبها عنوان للاجتماع أو عنوان الحصة بتاعتي بقى، يا ترى هيكون إيه؟ هيكون المفاهيم الأساسية لإنشاء مواقع إلكترونية أو مصطلحات إلكترونية. ده اسم الدرس بتاعي اللي في الوحدة الأولى لتانية سنة. طيب أنا دلوقتي عندي حد ضيف محتاجة إن أنا عايزاه يحضر معايا الاجتماع، لنفرض مدرسين من برا أو طلبة من برا المنظومة بتاعتي. على طول بضيف هنا اسم الضيف بتاعي، وليكن مثلا طالبة اسمها أميرة حسن بالميل بتاعها. تمام. هختار أي واحدة فيهم الاتنين واحد. طيب أنا عايزة الاجتماع بتاعي أحدد بقى تاريخ الاجتماع. عايزة الاجتماع بتاعي يكون مثلا يوم 20 فبراير الساعة 9 صباحا، ويكون موعد الميتنج ده ساعة كاملة مش ساعة ونص أو مش نص ساعة، أسفة. تمام. بحدده إن هو ساعة كاملة. تمام. وأخلي الميتنج لا يتكرر. طبعا هنا على طول هنلاقي نزل لي فريق الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، معناه انه نزل الميتنج بتاعي ينزل على الفريق ده في القناة اللي اسمها حاسب آلي. طب لو انا عايزة الميتنج بتاعي ينزل في فريق تاني اعمل ايه؟ اضغط على اسم الفريق واختار اي فريق من الفرق ديت. تمام. بس انا عايزة بقى ايه الميتنج بتاعي يكون للفريق ده بس. هنا بيطلب منك تكتبي تفاصيل الاجتماع. لو انت عايز كمدرس تكتب تفاصيل الاجتماع ده، عايز مش عايز خلاص ممكن نقول له مثلا تفاصيل الاجتماع او بنود الاجتماع، بنود الحصة او اهداف الحصة. تأسفا، بنود الحصة. اول حاجة بعض المفاهيم لإنشاء موقع. تمام. مقارنة بين الصفحات أو أنواع الصفحات، الويب سايت يعني. كفاية كده بحيث ان ده حاجة بسيطة عن الاجتماع بتاعي. خلاص بعد ما خلصت كتبت الاسم واللي اضفته والتاريخ واليوم التاريخ موعد الاجتماع والساعة. تمام. هضغط على ارسال. هلاقي على طول الجدولة نزلت لي على الفرقة او القناة اللي اسمها حاسب آلي، نزل بهذا الشكل. يوم الاجتماع إن شاء الله الطالب والمدرس، يعني الطالب من عنده والمدرس يضغط على المفاهيم الأساسية علشان يعمل انضمام. إما بيضغط انقل لمشاهدة تفاصيل هذا الاجتماع، أو بيضغط على ال3 نقط دول ويختار عرض تفاصيل الاجتماع. الاتنين واحد. تمام. هنبص هنا الاجتماع بتاعي واخد الاسم المفاهيم الأساسية لإنشاء مواقع. تمام. انا ممكن لو انا غيرت رأيي وعايزة اغير التاريخ تاني اغيره من هنا واغير الموعد بتاعه زي ما انا عايزة. هي دي بتديني الامكانية دي. طيب هنا بقى هنبص نلاقيه انقل هنا انضمام الى الاجتماع. هل انا ممكن اعمل رابط للاجتماع؟ فعلا انسخ رابط للاجتماع لو انا عايزة واضيفه الناس تانيين ينضموا للاجتماع، لفرق تانية تنضم للاجتماع، لقنوات اخرى. طيب لنفرض انا مش عايزة،
خلاص هضغط على انضم للانضمام وبس. ودلوقتي عايزين نشوف السكادجول بتاعي هو نازل عند طالبة من طالبات هذا الفريق. طيب هروح كده، كانت فوزية الشبراوي مدياني الاكونت بتاعها، فانا هفتحه على اساس ان هي طالبة او عضوة من اعضاء الفريق دوت. دلوقتي اول ما فوزية فتحت بتبص لقت مفيش سكادجول ولا اي حاجة. يا ترى فوزية عاملة ايه؟ هي ضاغطة على الجنرال او فاتحة جنرال القناة العامة. لا، مفروض الميتنج بتاعي نازل على قناة الحاسب الآلي، فانا هفتح قناة الحاسب الآلي على طول. هلاقي السكادجول بتاعي، بنود الحصة، الموعد السبت 20 فبراير الساعة 9 صباحا. تمام كده. لنفرض جه الموعد دلوقتي، فوزية هتعمل ايه؟ هتضغط على السكادجول او هتفتح الثلاث نقط الاتنين واحد. لو انا ضغطت على السكادجول هلاقي نفس الصفحة، وعلى طول هلاقي الجوين عندها هي، بس عشان واخدة انجليزي هلاقي على طول هي كطالبة مش اونر، يعني هي كممبر. هتشوف الكالندر بتاعها او السكادجول بتاعها، العنوان والبنود، وكمان هتنقر هنا الانضمام، ممكن تنقر هنا وممكن جوين، الاتنين واحد بالنسبة لفوزية. تمام. طب لنفرض فوزية ضغطت على جوين علشان تبدأ الاجتماع. تمام، وضغطت على جوين ناو. طبعا هنا مش هنفعل الكاميرا، هي مش عايزة تفعل الكاميرا، عايزة تفعل الصوت مثلا بس المايك بتاعها، فقفلت الكاميرا علشان تنضم للاجتماع. عملت جوين. طيب دي فوزية عملت جوين قبل ما انا انضم كممبر. هنا بيقول لها waiting for others to join. طيب يعني انا اللي معطله الاجتماع بما اني الاونر بتاع الاجتماع، فانا هضغط على انضمام